قولي لي بقى كده، كم مرة بتبقي عايزة تاكلي فراخ كوري وبتخافي تعمليها علشان ما بتبقاش مستوية كويس، وكمان الفراخ غالية جدًا وما بتحبيش تخاطري علشان النتيجة مش مضمونة معاكِ خالص، أمّا بقى بعد الطريقة دي ما عدتيش هتخافي خالص من حتة التسوية، تعالوا نشوف عملناها إزاي. في الأول خالص كده زي ما أنتم شايفين معانا فرخة وزنها كيلو ونص، طبعًا الفرخة هناخدها ونبدأ نقطعها من منطقة الصدر، وبعد كده هنبدأ نقطع الرقبة، وتعالوا بقى علشان نحطها في محلول نقع عشان تبقى ريحتها كويسة معانا. جبنا طبعًا طبق واسع أو صينية واسعة هنحط فيها شوية من المَيّة، وهنضيف معلقتين كبار من الملح، وكمان معلقة كبيرة من السكر، وهاضيف كده 3 ورقات من ورق اللورا، على كمان كده عصير ليمونة أو 2، وكنت كمان ضِفت معلقة كبيرة من الطحينة. قلّبتهم كويس مع بعض، وهاخد بقى الفرخة دي هابدأ أحطها في محلول النقع واسيبها كده حوالي من نُص ساعة لساعة، وبعد كده باغسلها كويس واصفيها من المَيّة اللي موجودة فيها. وكنت بقى طبعًا مجهزة حلة فيها مَيّة مغلية، أهم حاجة المَيّة لازم تكون مغلية معانا كويس جدًا، وهنحط بقى الفرخة بعد ما غسلناها وصفيناها كويس. هنحط الفرخة زي ما هي كده، بس هنضيف معاها معلقة صغيرة من الملح، وكمان فلفل أسود اللي هو الحب، وممكن تضيفي الفلفل الأسود العادي، وكمان 3 ورقات من ورق اللورا، على كمان 2 أو 3 من القرنفل، وعلى نار وسط هنغطي على الفراخ وهنسيبها 20 دقيقة بالضبط، تِلت ساعة. أنا عايزة الفراخ تكون مستوية معايا نُص سِوَى، خدوا بالكم كده نُص سِوَى، مش عايزاها أكتر من كده علشان الفرخة ما تتهريش معايا في الآخر. تعالوا بقى كده نجهّز في الأول كده شوية رز بسمتي، فجِبت حلة على نار وسط، حطيت فيها مكعب من الزبدة، حوالي 4 معالق كبار من الزيت، وكمان كام ورقة من ورق اللورا، على قرنفل، وكمان لو عايزة تضيفي حبهان هتضيفيه، وضفت كمان بصلة متوسطة كنت فرماها ناعم في الكبة، وضبطت بقى شوية ملح، فلفل اسود، وضفت كمان شوية من ال7 بهارات، على معلقة صغيرة من الكركم. هاقلبهم بقى كويس مع بعض لحد ما البصلة تبدأ تدبل معايا. وطبعًا كان معايا كوبايتين من الرز البسمتي غسلاهم ومصفياهم كويس، وكمان كنت ناقعاهم كده حوالي ربع ساعة. الرز البسمتي لازم يا بنات يتنقع في المَيّة حوالي ربع ساعة. قلبتهم كويس مع بعض وشوحتهم، وبعد كده هانزل على الكوبايتين الرز ب3 كوبايات ونص من من الشوربه اللي احنا كنا سلقنا فيها الفراخ. طبعا الشوربه كنت مسخناها كويس جدا وضفتها على الرز على نار عاليه. هسيب الرز لحد ما يبدا يتشرب معايا، هديله بقى هنا كده تقليبه، وبعد كده بهدي النار شمعه واغطي على الرز واسيبه بقى لحد ما بيستوي معايا سوا كامل. وبعد كده تعالوا بقى نجهز الخلطه اللي احنا هنبدا نضيفها على الفراخ. معانا معلقه كبيره من الصلصه المعلبه، 3 معالق كبار من الزيت، فص من الثوم مهروس، هنظبط بس كده شويه ملح، فلفل اسود، توم بودره، وكمان هنضيف بصل بودره، وكمان شويه صغيرين من بهارات الفراخ، وهنخلطهم كويس مع بعض. هناخد بقى الخلطه الجميله دي وهنجيب الفرخه بتاعتنا طبعا بعد ما كنا سلقناها يعني نص سوا، وهنبدا نضيفها على الفراخ على الناحيتين. وطبعًا كنت حابة بس أسألكم على حاجة، إيه رأيكم نرجع إن شاء الله الفيديوهات الأيام الجاية كلها فيديوهات بصوتي، والّا نرجع تاني للفيديوهات اللي هي الصامت؟ طبعًا رأيكم يهمني جدًا، فلو تسيبوا لي طبعًا آرائكم تحت في الكومنتات. هناخد بقى الفرخة كده زي ما هي، ومعانا بقى طاسة فيها الزيت، والزيت طبعًا لازم يكون سخن جدًا، وهنبدأ نضيف عليه الفرخة. أول لمّا بنحط الفرخة بنخلّي النار أقل من وسط لهادية، وطبعًا بنضغط على الفرخة خفيف يعني علشان نضمن إن هي تاخد لون جميل من تحت، وبعد كده بنبدأ نقلبها على الناحية التانية، وطبعًا زي ما أنتم شايفين باضغط عليها ضغطة خفيفة علشان أضمن بس إن هي تاخد لون جميل، وبالمعلقة بابدأ أجيب كده الزيت وأحطه في نُص الفرخة علشان برضه أضمن إن هو يتحمر معانا كويس جدًا. خدوا بالكم بقى كده الفرخة خلاص أخدت لون على الناحيتين، هنبدأ نخرجها ونصفيها من الزيت ده كويس. وطبعًا وإحنا بنشيل الفراخ من الزيت يعني نتعامل بحرص شوية علشان طبعًا ده زيت سخن. طبعًا الفرخة اهي خلاص اتحمّرت معانا، بس تعالوا بقى لسر الخلطة كلّه، هي الخلطة اللي إحنا هنعملها دي. فبنجيب نُص كوباية من الدقيق، هنحط عليها معلقة كبيرة من النشا، وكمان شوية صغيرين كده من الملح، شوية صغيرين من الفلفل الأسود، هنحط كمان شوية من بهارات الفراخ، توم بودرة، وكمان شوية من البصل البودرة، على كمان معلقة صغيرة من الكركم، وهنخلط بقى المكونات الجافة مع بعضها،
وهنضيف عليهم كوبايه الا ربع من الميه. الخليط السائل ده حلو جدا، بيدي قرمشه حلوه قوي للفراخ الكوري. هناخد بقى الخلطه الجميله دي وهنبدا نضيفها على الفرخه. وخدوا بالكم احنا طبعا بنضيف الخلطه دي على الفرخه من الناحيتين. طب حد يقول لي ده خطوات كتيره يا ام ليلي، حرام عليكي. بصي انت ممكن تحطي الصوص الاول اللي احنا عملناه اللي هي الخلطه الاولى بتاعه الصلصه عليها الخلطه الثانيه وتبداي تحمريهم مع بعض. بس في الحاله دي الفرخه مش بتسويها نص تسويه، لا الفرخه بتسويها 3/4 تسويه، يعني في حدود من 35 دقيقه ل 40 دقيقه. وتكملي نفس الخطوات اللي انا قلت لك عليها. طبعا الزيت كنا صفيناه وسيبناه يسخن قوي، وبعد كده حطينا عليه الفرخه مره تانية. وطبعا النار بتكون هاديه جدا علشان اضمن ان هي تتحمر معايا، وكمان اضمن ان هي تستوي معانا كويس جدا. وطبعا بضغط عليها برضو ضغطه خفيفه علشان اضمن ان هي تاخد اللون الجميل بتاع الفراخ الكوري، وكمان تبقى مقرمشه معانا قوي. شايفين هي خلاص كده الفرخه استوت معايا جدا. وكمان عايزه اقول لكم بقى يا بنات قرمشه رهيبه. وطبعا بقى بتشكركم جدا 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 على الكلمه الحلوه والطيبه اللي بتقولها لي تحت في الكومنتات. عايزه اقول لكم بتفرحني جدا، وبتخليني كده عندي قوه كده ان انا اقدر اشتغل واكمل. وكمان يعني عايزه اقول لكم كمان ان انا هطمع فيكم اكتر، واقول لكم سيبوا لي طبعا كومنت حلو منكم، وكمان لايك على الفيديو علشان برضو الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. وده كمان بقى الرز بعد ما خلاص بقى جاهز معايا. زي ما انتم شايفين الرز بقى مفلفل جدا معانا، ودي افضل طريقه تقدري تعملي بيها الرز البسمتي بالطريقه دي. طبعا الفرخه شكلها باين قدامكم، وعايزه اقول لكم بقى مستويه جدا جدا ودايبه قوي. وطبعا بقى كنت محتاجه طبعا تسيبوا لي تحت ارائكم في الكومنتات، الوصفه دي بجد يا بنات تستحق كام على 10. طبعا ارائكم يعني بحب اشوفها، وبحب طبعا اخد ارائكم واحطها يعني في عين الاعتبار. كده خلاص قدموها بقى بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وباي باي.